ازيكم؟ انا دكتوره مريم فؤاد، اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. هنتكلم النهارده عن اللو بلاد بريشر، ضغط الدم الواطي. طب يعني ايه؟ احنا اصلا النورمال بتاع معدل ضغط الدم بيبقى 120 على 80. عشان اقدر اقول ان انا مريض ضغط واطي لازم يقل عن 90 على 60. طيب اصلا ده معناه ايه مريض الضغط الواطي؟ يعني كمية الدم اللي واصلة مثلا لبعض الاورجنز زي مثلا البرين والهارت، المخ والقلب، بتكون غير كافية. طيب احنا لينا بعض اعراض عشان اقدر احكم على ان ده مريض ضغط واطي، زي مثلا الدوخة. ممكن باللور ديفيجن تلاقي كده الرؤية غير واضحة، الحاجة مغلوشة بالنسبة له. نوزيا، حاسس بغثيان، اللي هو عايز ارجع بس مثلا مش قادر. عدم انتظام ضربات القلب. هيدك، بيبقى حاسس بصداع. ألم في الرقبة وفي الظهر. طيب احنا خلاص كده عرفنا ايه الاعراض، هنتكلم عن الاسباب. الحمل، الفترات الاولى او الاسابيع الاولى من الحمل ممكن تسبب ضغط الدم الواطي. تاني حاجة النوم لفترات طويلة جدا في السرير. تالت حاجة احنا عندنا بعض الادوية ممكن يكون الناس بتاخدها بتسبب ضغط الدم الواطي، الحاجات الديوريتكس اللي هي مضرة للبول. بعض ادوية القلب او بيتا بلوكرز ممكن برضو تسبب ضغط الدم الواطي. تمام كده. طب احنا علينا نعالجه ازاي؟ بخطوات بسيطة قوي. ممكن ناخد حاجة مملحة زي مثلا الزيتون، معانا من 3 ل 5 زيتونات. ممكن اضيف ملح شوية في الاكل. ممكن اشرب سوائل كتير، لان برضو من اسبابه الديهايدريشن، الواحد يتعرض لجفاف او دايرية، اسهال كتير. فلازم اشرب سوائل كتير. تالت حاجة بلاش اقوم مرة واحدة كده من النوم مخضوض او بسرعة. اخر علاج معانا، اللي احنا طبعا لو لزم الامر اللي احنا لازم نروح لدكتور ناخد علاج يظبط معانا الضغط. ودمتم سالمين.